ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد وتكملة لمشتريات شهر ابريل. هنشوف النهارده فيديو مشتريات منظفات وما يشملها. فاول حاجة ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو وتشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني. فعلي الجرس على الاشعار الكل، هيوصلك اشعارات بكل فيديوهاتي الجديدة. مشتريات بقى المنظفات انا بشتريها كل 3 شهور، يعني كل 3 شهور بجمع بقى الحاجات اللي بتكون ناقصة عندي وبشتري شوية الحاجات اللي انتوا شايفينهم دول، زي مثلا كيس الاوكسي الكبير وبعض الحاجات اللي هي بتكون ناقصاني، مثلا شامبو، حاجات زي كده. هعرفكم على افضل المنتجات اللي بشتريها وايه الحاجات اللي استبدلتها وبقيت اشتريها منظفات بتتباع سعر بالكيلو ووفرت معايا جدا جدا. فتابعوا بقى معايا الفيديو الاخر، وهنبدأ كده بالحاجات يعني اللي بتستنى معايا بقى 3 شهور كده كويسين. مفكرش خالص ان انا اشتري البند ده. وممكن كمان عشان تسهلي على نفسك تحددي لنفسك مثلا بند بند وتبدأي ان انتي تدعميه. تمام كده حبايبي؟ فتعالوا بقى نسمي الله ونبدأ بأول حاجة. حاجات كده تبدو ان هي بسيطة بس بجد نينجا جدا في الاستخدام. فأول حاجة أكياس الشوي دي مش بستغنى عنها أبدا. يعني قبل ما تخلص عندي الباكت اللي بيكون موجود لازم أكون شارية باكتات جديدة. في بقى الباكت اللي فيه 3 أكياس ده أنا مستغناش عنه. في باكت تاني بيكون فيه 5 أكياس برضو حلو جدا. فأنا كنت طالبة الباكت اللي فيه 5 أكياس، بس جالي الباكت الجامبو اللي هو فيه 2 كيس اللي بياخد معاكي ديك رومي. فأكياس الشوي الباكت ده حلوان، سعره 10 جنيه. في برضو الجلافزات بس الباكت الأحمر ده أنا مش بفضله بصراحة، في أنواع تانية أحسن منه، برضو كان ب10 جنيه. والباكت زي ما انتوا شايفين فيه 100 قطعة، إنما في نوع تاني عند فتح الله اسمه أيان حلو قوي والباكت 100 قطعة وب16 جنيه. وفي بقى باكتة اللي هو الفحم سريع الاشتعال ب20 جنيه، فيها تقريبا 10 قطع. نيجي بقى للبخور اللي عليه حوارات كتير جدا، والبخور ده واو، والبخور ده كويس قوي وبيفضل 48 ساعة أو 24 ساعة. فالمهم يعني ايه، قلت أجربه ودي كانت تاني تجربة ليه. اشتريت قبل كده العلبة اللي هي لونها أصفر وده بخور أنسام، بيكون فيه زي إقماع كده بتاخديها بقى على اللي هي قطعة الفخار وبتشغليه. أول حاجة مش بيثبت خالص، مجرد ما الإقماع دي بتخلص معاكي وبتنطفي خلاص بتحسي ان الريحة بتروح. كمان بيعمل دخنة جامدة جدا. ويعني انا شايفة ان هو ملوش اي لازمة ومش هشتريه تاني، وسعره كان 50 جنيه. فبالنسبة لي تجربة مش ألطف حاجة. رول الأكياس ده نص كيلو، وخدي بالك بقى عشان فيه 25 كيس، وفي رول تاني بيكون نفس الوزن وفيه 15 كيس. ده بيكون على حسب مقاس الأكياس. وفي أنواع سعرها 82 و85، والنوع ده ب42 جنيه وكان عليه عرض وممتاز ويعني أكياس قوية. فجبت برضو كده رول. والسلك الاستانلس ده برضو من الحاجات الحلوة جدا اللي يعني بحب ان انا استخدمها. القطعة تقريبا كانت ب5 جنيه. وعامة انا بحب اشتري اللي هو سلك الالومنيوم اللي هو العادي عشان المع بيه بقى كل الصواني والحاجات دي، بيكون ممتاز جدا. الأعواد الخشبية وفي منها أنواع كتير، النوعية دي رديئة جدا، بتتكسر كده ومش حلوة. فوانتي بتشتري خدي بالك من الأعواد أو الماركة اللي انتي بتشتري منها. وعامة سعرها كان 15 جنيه. في برضو المشابك دي يعني على قد ما هي تبان صغنونة كده بس قوية كده وجامدة. فكان برضو من الحاجات اللي كانت ناقصة عندي، وكان سعرها 10 جنيه. طبعا مفيش حاجة ب10 جنيه دلوقتي بس دي كانت ب10 جنيه. وكنت شارية كمان اللي هو المقاس الكبير منها بقى، المشابك الكبيرة شوية. كان الباكت فيه تقريبا 24 قطعة وكان سعره 30 جنيه، بس طبعا استخدمناه. في بقى رول الأكياس ده يعني ما بستغناش عنه أبدا، سواء في شهر رمضان أو غير شهر رمضان، بنضف خضار، بعمل أي حاجة، فبحب دايما أشتريه. وده كان نص كيلو وكان ب25 جنيه. برضو الأسعار بتختلف من مكان للتاني، من شركة للتانية، لأن هتلاقي برضو شركات أسعارها غالية جدا في الحاجات دي. في بقى اللي هو ورق الاير فراير برضو من الحاجات الجميلة قوي، اللي يعني بتساعد ان انتي ما تغسليش القلاية كتير. يعني بسيب ورقة تحت الشبكة وبخلي ورقة على الشبكة، واستخدامه بيكون سهل ومش بيلزق فيه مثلا لا جبنة ولا بيلزق فيه الأكل. يعني حلو قوي. الباكت ده فيه تقريبا 50 قطعة وكان ب35 جنيه. في باكتات تانية بتكون 100 قطعة وسعرها بيكون 55 أو 60 حاجة زي كده. وده الشكل المربع وفي منه المدور. وعامة القلاية عندي يعني هي مدورة بس بيجي معاها المقاس ده برضو حلو قوي. ومن التجارب بقى الحلوة جدا اللي يعني دايما بشتريها
باكت الفوط اللي بيتغسل. العلبة دي بيكون فيها 20 فوطة، مقاسها تقريبا 30 في 30. هي مقاسها مش كبير قوي بس نينجا في الاستخدام، بتلمع معاكي كل حاجة، رخام، أجهزة كهربائية، مثلا إزاز لو بتلمعي التلاجة. وده بيكون شكلها. استخدمت منها قبل كده العلبة اللي هي كان لونها رصاصي، واشتريت كمان اللي هو اللون الأخضر وده اللون الأصفر، حلوة جدا وبتفضل معاكي مدة. وزي ما قلتلكوا الجميل فيها ان الفوط استخدام، يعني تغسلي وتستخدمي، فاستخدامها بالنسبة لي حلو قوي. وسعر العلبة 35 جنيه. نيجي بقى للتجارب الجديدة، عشان جايبة كذا حاجة كده للتجارب، الحاجات بقى اللي نازلة ترند قوي، اللي هي الشيتات اللي احنا بنسيبها في الغسالة عشان تفصل الألوان. يعني لو نسيتي كده حاجة ملونة مع حاجة لونها فاتح، دي بتفصل الألوان. فلسه مجربتهاش، فهجربها واقول لكم رأيي فيها. وده بيكون شكلها شيت كده، بترميه جوه الغسالة ذات نفسها، فبيسحب بقى كل الألوان اللي هي ممكن تهد على بعضها. وطبعا يعني دي بتبقى كارثة كبيرة لو نسيتي مثلا حاجة صغيرة وبتنزل لون وجات على حاجة لونها فاتح. فبرضو ايه يعني قلت اجربها، لان اوقات بتحصل معايا المواقف دي. مش عارفة بصراحة الباكت ده فيه كام قطعة، تقريبا فيه 50 أو 70، يعني هو فيه كمية كبيرة، وسعره كان 35 جنيه. نيجي بقى للي برضو الحاجة اللي كانت نازلة ترند قوي، اللي هي الكبسولات اللي بتعمل كده معطر في الحمام، وممكن تستخدميها كمان للأحواض، ممكن تلزقيها كده على السيراميك. فالمهم يعني اشتريت الكبسولة دي وكانت بريحة التفاح. فهي استخدامها في الأول لو ما خدتيش بالك ممكن تضغطي ضغطة يعني تطلع معاكي نص العلبة. المهم ان هي المفروض تكة تكة تكة، يعني أول ما بتستخدميها ريحتها بتكون حلوة قوي. تعدي كده من جنب الحمام تحسي ان في ريحة قوية وريحتها حلوة قوي، بس مش بتدوم لفترة طويلة. وكمان بتحس ان هي بتسيح على طول. فبالنسبة لي لا، يعني انا ممكن اشتري مثلا علبة معطر ورشه كده في الحمام، هتبقى الدنيا تمام جدا. ودي كان سعرها 35 جنيه. فانا جربتها مرة، جايز مثلا انا استخدمتها غلط، فممكن يعني اديها فرصة كمان واشتري علبة تانية واحاول ان انا استخدمها صح. فدي ممكن يعني اسيب المنتج ده تحت التجربة. هشتري عبوة كمان يعني ألزقها بقى بطريقة صح كده واقول لكم رأيي فيها بعد تاني تجربة. والحاجات دي انا شارية من عند كوكو للأدوات المنزلية. بصراحة بيحقق أحلامي وبيجيب كل الحاجات اللي أنا بشوفها ترند على النت، وبحس إن أنا هتجنن واشتريها. في برضو عنده اللي هي أكياس الكريمة دي، حلوة جدا. الباكت بيكون فيه 100 قطعة، المقاس الكبير ب45 جنيه. ويعني أكياس قوية مش ضعيفة. طبعا دي للتزيين والكريم شانتيه. وفي الأكياس اللي هو المقاس الصغير، برضو الباكت فيه 100 قطعة وب35 جنيه. لو بتحبي مثلا تعملي بانكيك أو تعملي كريب وافل، وممكن تزودي بقى فيه اللي هي النوتيلا وصوص الكندر والحاجات دي، برضو بيكون يعني عملي معاكي وحلو قوي. والحاجات دي مش بتكون أساسية لكل الناس، بس في ناس بتحب تشتري الحاجات دي، وأنا شخصيا كل الحاجات دي بحب تكون موجودة عندي. يعني تبدو ان هي حاجات بسيطة بس اوقات بحتاج لها. في بقى احلى ورق زبدة ممكن تجربيه، لا بيتقطع ولا بيلزق في الاكل، ويعني استخدامه ولا احلى من كده. ممكن يكون سعره غالي شوية بالنسبة لورق الزبدة اللي هو العادي، بس بجد يستحق التجربة ويستاهل كل جنيه ندفع فيه. البقرة دي فيها 10 متر وسعرها 70 جنيه. بالمقارنة لورق الزبدة العادي اللي هو الأبيض، البقرة برضو بيكون فيها 10 متر وسعرها بيكون 20 جنيه. ففرق السعر ده يستحق، أيوة يستحق. وده شكل كده ايه بقرة الزبدة، اللي هي بيكون عليها بقى كتابة وشكلها حلو قوي كمان في التقديم. لو هتقدمي فيها سندوتشات تلفيها كده ايه على السندوتش وتعملي فطار رايق كده، يعني شكلها حلو في التقديم. وانا جايباه للتقديم كمان اكتر ما استخدمها كورق زبدة عادي. فالمهم يعني الرول ده حلو جدا ويستحق التجربة. في كمان كان عرض عند فتح الله على مولبد. اول مرة اشتري مولبد اللي هو العلبة البامبي دي، وسعرها كان 90 جنيه. فيها تقريبا 40 قطعة. وبرده كان في النوع التاني اللي هي العلبة الخضراء، وكان عليها عرض برده ب90 جنيه، والباكت بيكون فيه 44 قطعة. وبالنسبة بقى لمناديل السحب، في الماركة دي اسمها سوفت، كان أول مرة أجربها. الباكت ده فيه 6 كده مع بعض، وكان عليهم عرض حلو جدا. ال6 كانوا ب110. فبجد كان عرض حلو قوي. وكمان المناديل ذات نفسها نوعيتها كويسة جدا. في كمان اللي هو باهي بقى نسيم اللافندر ده للغسالات الفوق اوتوماتيك والغسالات العادية والغسيل اليدوي.
الكيس ده كان تقريبا 2 كيلو او كيلو ونص، وكان عليه عرض ب45 جنيه، وكان من عند استرادي. من عند استرادي برضو في شكارة بقى اوكسي الكبيرة دي، العبوة دي 9 كيلو، بجد بتفضل معايا 3 شهور مرتاح قوي، بجانب بقى المنتج اللي هو السايب اللي انا بشتريه اللي هو بقى برسيل جل، بجد حلوة جدا وبينضف قوي. وعبوة اوكسي 9 كيلو كان سعرها 440 جنيه. في بقى المنظف يعني النينجا قوي ده كده ملمع للخشب، حلو جدا، بيشيل كل الحاجات اللي هي بتكون موجودة على الأخشاب، يعني بينظف وبيلمع. انتوا عارفين طبعا ان المطبخ عندي لونه ابيض، يعني وارد ان هو بيبقى عليه كده حاجات وحاجات كتير، فبينضفها جدا وريحته حلوة قوي. وسعة العبوة 500 ملي، وسعره كان 50 جنيه، اسمه ماتريكس. نيجي بقى للهاند ووش من ديفا، ودايما بشتري بقى العبوات الاقتصادية، مش بجيب اللي فيها مضخة، بجيب اللي هي فيها اللي هو الغطا العادي، ودي كان سعرها 27 جنيه. طبعا لو هتشتري بقى اللي هي فيها مضخة ب40 جنيه، وانا كده كده عندي الديسبنسر في الحوض، فبستخدم على طول اللي هي العبوات دي. في كمان كولوريكس جل مش بستغنى عنه ابدا، بينظف كل حاجة سواء في الملابس، في الحوائط، سيراميك، احواض، حوائط للشقة، مفروشات، فتحفة جدا. العلبة كان سعرها 45 جنيه. في كمان بقى بالنسبة للشامبوهات بقى، ده كده شامبو لوزان، وطبعا دايما بشتري منتجات لوزان سواء شامبو سواء شاور. في كمان عندهم حمام الكريم حلو قوي، وده شامبو وبلسم مع بعض، يعني مش بيسيب الشعر كده ناشف زي اي انواع شامبو تانية. والعبوة كبيرة 1000 ملي يعني كيلو، والسعر 40 جنيه، فما فيش توفير احلى من كده. وده شامبو بينضف الشعر وبيسيب الشعر ريحته حلوة. في منه بقى عبوة الشاور، ودي الجيركل ده وزنه هو مكتوب 2 كيلو وربع، بس انا بقولك هو 2 كيلو او 2 كيلو، يعني الا حاجات بسيطة. وده كان سعره 50 جنيه، فاشتريت منه طبعا 2 جيركل شاور، بيفضل عندي طول الشتاء مدة طويلة جدا. وبالنسبة للبلسم وحمام الكريم فكان موجود عندي، فعشان كده ما اشتريتش. وده يا حبايبي بينضف الشعر، سواء الشامبو اللي هو بينضف الشعر لو اي بقى زيوت واتربة وحاجات زي دي، فهو بينضفها، يعني بيسيب شعرك فريش كده ونضيف وحلو. انما ما حدش يكتب لي طب هو بيعالج التساقط اكيد مش بيعالج التساقط، والتساقط ده يعني حدوته كبيره، انا شخصيا والبنات بنعاني منها، فما وصلتش لاي حل للتساقط دلوقتي. فلو حد عنده حل للتساقط يكتب لنا في الكومنتات، او بيستخدم نوع زيت معين او شامبو معين يكتب في الكومنتات والكل يستفيد. نيجي بقى هنا لمنظفات التوفير، دي بقى المنظفات اللي بشتريها سايبة بالكيلو من المصنع. الاول كنت بشتري اللي هو سائل الاطباق واللي هو الديتول والحاجات دي كلها، سعر الكيلو كان 6 جنيه، وحلوة قوي قوي. يعني دي المنظفات من مصنع التوفيق، وقلتلكوا عليه كتير، وعمري ما هطلع اتكلم عن منتج او عن مكان وانا مش واثقة ان هو جودته كويسة، ولا بحب ان انا اتدبس، ولا بحب ان انا ادبس حد معايا. فالمصنع ده منتجاته حلوة جدا. في ده مثلا اللي هو الديتول الكيلو ب8 جنيه، واللي لونه فوشيا ده اللي هو شامبو السجاد، اللي لونه لبني اللي هو معطر للملابس، يعني ريحته برضو كويسة، مش ثباته قوي بس برضو كويس مش وحش. في كمان الكلور ب6 جنيه، وبشتري اللي هو مزيل الدهون القوي جدا، الكيلو برضو ب8 جنيه مش ب6، هو كان ب6 بقى ب8. فكل الحاجات دي الكيلو منها ب8 جنيه. وبالنسبة لسائل غسيل الأطباق في 3 أنواع، في نوع اللي هو الشفاف، وفي النوع الأخضر، وفي النوع اللي هو الأحمر اللي بيكون فيه زي معطر كده، ده الكيلو منه ب10 جنيه. إنما الأخضر والشفاف الكيلو ب8 جنيه. في بقى اللي هو برسيل جل، بس البنات كانوا مالوه بقى في العلب، برسيل جل الكيلو منه بقى ب12 جنيه تقريبا، هو كان ب10 بقى ب12. يعني بالمختصر كل الحاجات الموجودة عنده الكيلو ب8 جنيه، ما عدا اللي هو برسيل جل ب12 جنيه، وكمان في سائل غسيل أطباق نوع واحد فيهم هو اللي ب12 جنيه، وباقي الأنواع كلها ب8 جنيه الكيلو. طبعا محمد كان شاريلي كمية كبيرة قوي من المنظفات اللي هي بتتباع سايبة دي، يعني أنا معرفش إن أنا أصور كل الكمية، أنا بس جبت كام كيس كده عشان أعرفكم الأنواع، إنما أنا شارية من كل نوع، يعني مالية بقى جراكل عندي كل نوع بنوعه. فالحاجات دي وفرت معايا، ايوه الحاجات دي وفرت معايا كتير جدا جدا. يعني مثلا كنت بشتري عبوة ستريس، العبوة وصلت ل70 جنيه و80 جنيه و90 جنيه، وبرضو عبوة فيبا اللي هي النص لتر بقى سعرها برضو 50 جنيه. انما انا بشتري ال2 كيلو منظف اللي هو مزيل الدهون،
سعرهم 16 جنيه. وشفتوا معايا وانا بعمل تنظيفات عميقة للمطبخ ان هو بيدوب الدهون واستخدامه حلو جدا. ده برضو نفس الكلام على باقي المنظفات، زي مثلا عبوة فيبا او عبوة بريل ال2 كيلو وصلوا تقريبا 110. 2 كيلو في فيبا، ال4 كيلو و400 جرام. كنت اخر مرة شايفة الجيركل ده كان سعره تقريبا 110 برضو او 90 جنيه حاجة زي كده. فلو هتجيبي مثلا 4 كيلو من اللي هو الصابون ده، الأربعة في 8 ب32 جنيه بدل من 110. فهتلاقي كذا بند يوفر معاكي. بالنسبة لشامبو السجاد خطير جدا، يعني كل الحاجات حلوة. فده رأيي في منتجات مصنع التوفيق اللي موجود عندي هنا في محافظة البحيرة مدينة دمنهور. وبس كده يا حلوين، ده كده كان فيديو مشتريات المنظفات اللي بنزله لكم كل 3 شهور. الحاجات اللي بتستنى معايا بتستنى، والحاجات بقى اللي بتبدأ تنقص معايا بشتريها كده منين ما بتخلص. وكده خلصت معاكم كل فيديوهات المشتريات. باقي بقى فيديوهات التفريزات اللي هنبدأ فيها ان شاء الله. يعني الفيديو الجاي على القناة هنا هيكون فيديو تفريزات فراخ ان شاء الله، كده تاخدوا منه افكار حلوة ويعجبكم. واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ويوم جديد، ومع الف سلامة.